أعزائي المشاهدين ومستمعينا في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم من داخل التعليم المدني وفعالية جديدة من المهرجان ابدأ بنفسك. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بالشاعرة الجميلة ملك. أهلا وسهلا بك يا ملك، ومنورة الدنيا ومنورة الأجواء. أهلا بحضرتك، ده نورك. كلمينا النهاردة عن الفعالية الجديدة وإيه اللي لفت انتباهك النهاردة؟ التنظيم، وميرسي الاستاذه داليا واستاذ محمد واستاذ كريم، ميرسي ليهم جدا. تحياتي لكل القائمين على المهرجان. وحاجه جميله جدا ان هم بيكرموا الابداع والفن ويوم جميل ان شاء الله. استاذه ملك، النهارده انا سعداء بيكي طبعا، هنعمل معاكي لقاء وبنقول لك الف مبروك على التكريم النهارده. اخر مؤلفاتك ايه؟ اخر مؤلفاتي سيده حره، كان متواجد في مهرجان القاهرة الدولي السنة دي، وبتوفيق من ربنا الحمد لله أول طبعة خلصت في أول يومين وعملت. مبروك. الله يبارك في حضرتك. تحياتي ليك. تستاهلي كل خير. ميرسي ليك، تسلم لي. وحابة أقول لكم حاجة من الكتاب إن شاء الله. طب. ماشي. عارفين أنا بنت مين؟ أنا بنت أم الدنيا اللي ما فيش منها اتنين. أنا بنت العظمة اللي لو هتكلم عن حضرتها هقعد سنين وسنين، اللي بتحتضن كل غريب يجي يزورها وعمرها ما تتأثر مع غيرها. ده الكل معترف بخيرها وكرمها. عايزين نسافر واسيبها؟ أنا موت لو أبعد عنها. المحظوظين بس اللي اتولدوا فيها. مصر دي أم الدنيا ومفيش أبدا بعديها. أنا مصرية بقولها بعلو صوتي، ولو بشحت ومش لاقية قوتي عمري ما فارق وطني لو فيها موتي. هبني فيكي وعافر، هحلم وحقق بدون ما اسافر، ومهما الظروف جات عليا هتحمل، ومهما تعبت فيكي هتجمل، واقف على رجلي من تاني. يوم الدنيا أنا بنتك وانتي اللي مقوياني، تعيشي وتفضلي. تحياتي لكل القائمين على المهرجان، تحياتي لفريق التنظيم، الشباب الامامير دول، كل التنظيم وكل القائمين على المهرجان ما شاء الله. تحياتي ليهم والف شكر بجد وعلى التكريم، وشكرا ليهم ان شاء الله من نجاح لنجاح وتكريمات كتير ومهرجانات اكتر باذن الله. شكرا لك يا ماجد. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين، ويسعدنا ويشرفنا ان نلتقي اليوم برئيس المهرجان الاعلامي الكبير الاستاذ كريم المصري. اهلا وسهلا بيك يا استاذ كريم، ومنور الدنيا ومنور الاجواء كلها. اهلا وسهلا بيك، ودايما يا استاذ ياسر انت متالق دايما ومكسر المهرجانات كلها حبيبي، وده شرف كبير ليا من حضرتك تزوكي موقمه وتقولي الكلام ده ليا. شرف لينا. احكي لنا بقى النهارده عن التنظيم. النهارده طبعا المهرجان يعني هو الاسم على مسمى طبعا. هو اسمه ابدأ بنفسك، مصر هتتغير بيك. فعلا احنا كل ما كنا بادئين بنفسنا صح، كل ما قدرنا نغير من نفسنا ومن بلدنا صح. هنا بقى الفكرة اللي احنا جايين بيها النهاردة، ان احنا جايين بفكرة انه فعلا ازاي تقدر تغير وتطور من نفسك في اي حاجة. احنا هنا جوه حاضر في المؤتمر كافة الفئات وكافة الاطياف مختلف المجالات صح. فاحنا كلنا في الاول وفي الاخر طبعا حلقة وصل، بنكمل بعض، مجتمع واحد. فكل ما جمعت الفكر مع الثقافة المختلفة كل ما كان الناتج كويس جدا صح. طبعا التنظيم جميل، الحضور متميز جدا وشرفونا، وكل حاجة الحمد لله جميلة. كلمة للشباب النهاردة اللي عنده طموح، وكل شباب والفتاة تحب تقول لهم ايه؟ نقطة تواصل. أقول لهم جملة واحدة بس: ابدأ بنفسك، مصر هتتغير بيك. شكرا لك يا استاذ كريم، واحنا طبعا خطفناك من الاجواء جوه طبعا، ونكمل ان شاء الله باذن الله حديثنا في لقاء تاني ان شاء الله، نكون مع بعض ودايما من تكريم لتكريم ونجاح افضل ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل المهرجان ابدأ بنفسك، وسعدنا وشرفنا اليوم ان نلتقي بالاستاذ صالح عبد القادر رئيس قناه مصر وشركه ميديا. اهلا وسهلا بيك يا فندم، ومنور الاجواء ومنور الدنيا كلها. اهلا وسهلا بيك حبيبي. انا سعيد ان اقف معاك النهارده، اول لقاء اعمله مع سيادتك يا فندم. انا اسعد والله يا حبيبي. كلمنا النهارده عن التنظيم والحفل واللي لفت انتباهك النهارده، خصوصا النهارده حضرتك شايف ان النهارده شباب وفتيات كتير قوي عندهم حلم، يمكن نقطه بدايه ونقطه وصول ان هم يقدروا يحققوا حلمهم النهارده من داخل المهرجان دوت، وخصوصا رجال اعمال متواصله معانا وفي مشاركات جميله جدا. كلمنا عن الحاجات دي يا فندم. هو بالنسبه لتنظيم المهرجان في الاول تنظيم ممتاز جدا جدا، وطبعا ضيافه جميله جدا من شركه التنظيم، ومن طبعا فريق عمل المهرجان كله. يعني بصراحه يشكروا يعني على المجهود الكبير اللي هم عملوه معانا ومع كل الضيوف. وبشكر طبعا كل القائمين على المهرجان والاعلامي طبعا كريم المصري وحضرتك على حضورك يا فندم. وكلمه تانية ايضا طبعا المستشاره الاعلاميه النهارده الاستاذه داليا عادل، تحب تقول ايه؟
والله أستاذة داليا عادل إعلامية جميلة وإحنا كلنا بنعزها، ودايما إن شاء الله نلتقي بيها دايما في الخير بإذن الله. رسالة أو كلمة أخيرة قبل ما نختم لقائنا مع، تحب تقول إيه كل فتاة أو شاب النهاردة تحب تقول له إيه؟ رسالة. والله المهرجان اسمه ابدأ بنفسك. فأنت يعني عشان تثبت وجودك لازم تبدأ بنفسك. يعني ما تبصش على اللي حواليك، يعني ما تتكلمش على عيوب فلان وعيوب علان، او تشوف ده مثلا شوف الناجح دايما تمشي وراه. اللي هو ليه نجح بسرعه كده وتحس بيأس جواك. لا، كل واحد نجح بدأ بنفسه، بدأ ان هو يشتغل على نفسه. صح. بدأ يجتهد، بدأ يشوف مين الناجح ويبدأ يسلك نفس الطريق علشان يقدر ينجح. يدور في تاريخه من البداية، بدأ ازاي، تعب ازاي، عمل ايه عشان يوصل للمكان اللي هو فيها. اللي بيوصل باسم باباه، باسم فلان او بالكوسة او بالواسطة ما بيكملش. لكن انت لازم ما تعتمدش الا على نفسك. عشان كده احنا بنقول في المهرجان ابدأ بنفسك. نفسك هي اللي هتوصلك وتخليك تكمل. في مثل طول عمرنا عارفينه وماشيين عليه، بيقول لك من السهل الوصول للقمة. يعني انت من السهل انك توصل لأي قمة. قمة جبل، لكن من الصعب الحفاظ عليه. بالظبط. قمة جبل، قمة مكانة معينة في حياتك العملية مثلا. بس الصعب ايه؟ انك تقدر تحافظ عليها. تحافظ عليها ازاي؟ بخبرتك. يعني تحافظ عليها بخبرتك. صح. واتقانك في عملك وعملك بأمانة. صح. هو اللي هيخليك تقدر تحافظ على المكانة دي، اللي هي لو وصلت إلى القمة هتقدر تحافظ عليها. تمام. فأنت لازم تبدأ بنفسك، تكون راجل، تتعلم كويس، تشتغل بنفسك كويس، تطور من نفسك كل يوم. مش تطور من نفسك كل أسبوع ولا كل سنة، لا، تطور من نفسك كل يوم. صح. والإنسان طول عمره بيتعلم. يعني الإنسان بيفضل لحد قبل ما يموت. صح. بيكون بيتعلم برضه. خلاص. عشان بيطور من نفسه. أحلى رسالة حضرتك تقدمها نفسك لليأس. فعلا. بالظبط. ما توصلش نفسك لمرحلة اليأس بأي حال من الأحوال. هتوصل. احنا سعداء بيك جدا، وانا عارف ان خطفناك من الاجواء ومشغولاتك كتير. ونشكر حضرتك على هذا اللقاء، وان شاء الله لينا لقاء اخر مع بعض. وتحياتي ليك يا فندم، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتألق دايما، ومنورنا ومدور اي مؤتمر او اي ايفنت ان شاء الله تكون متألق. كفايه اسمك بس يا فندم. شكرا ليك يا فندم. ربنا يخليك حبيبي. انا مبسوط ان انا شفتك والله النهارده. تسلم يا فندم. تسلم يا فندم. اعلامي جميل زيك. يعني ده يعني شرف كبير ليا. شرف كبير ليا طبعا. شرف يا فندم ليا. شكرا يا فندم. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل الايفنت النهارده ابدأ بنفسك. وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالاستاذ جميل احمد غربيه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد، ومنور الدنيا ومنور الاجواء كلها. تسلم يا حبيبي. تسلم لي. الحمد لله على سلامتك. الدنيا كلها حبيبي. تسلم يا رب. كلمنا النهارده عن المهرجان وايه اللي لفت انتباهك من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الاجواء، وخصوصا النهارده حضرتك طبعا جاي تتكرم. الف مبروك الاول على التكريم. تسلم لي. طبعا يعني قبل التكريم وكده انا جاي طبعا النهارده استاذ كريم مصري طبعا بحيي على اليوم الجميل ده، رئيس المهرجان، وطبعا رئيس المهرجان والمستشار الاعلامي داليا عادل طبعا. بجد النهارده يوم جميل جدا. كل الناس بتحبك. كل الناس حبيبي. تسلم لي. وانا بحبكم كلكم والله. انت على راسي. ايه اللي لفت انتباهك النهارده كمان؟ النهارده بجد في تنظيم، في شياكه جوه، ناس حضور، ناس حاجه بجد مستوى لائق جدا، وحاجه جميله جدا. وموسيقى وطرب وكل حاجه في المجالات النهارده، ممثلين، كل حاجه موجوده النهارده. وانت كمان منور يا فندم. تسلم ربنا يديك يا رب. انت نورتنا كلها والله العظيم. الله يخليك يا فندم. احكي لنا بقى على القادم ليك ان شاء الله. انا ان شاء الله مش عايزين نتكلم في اللي جاي. احنا القادم لينا ان شاء الله الفتره دي عندنا تحضير افتتاح شركه انتاج. الف مبروك. تسلم لي. انتاج شركه انتاج توب ايفنت، انتاج الفني طبعا والاعلامي، واستديو بقى، استديوهات جديده للتصوير وكده.
مش عايزين نحرق، بس ان شاء الله كلها اسبوع كده ونعلن كل حاجه ان شاء الله. بالتوفيق ليك يا فندم، واتمنى دايما من نجاح والتميز باذن الله ان شاء الله، ونلقاك تملي مؤتمر لمؤتمر وانت ببسمتك الجميله دي. تسلم لي يا فندم. ابدا بنفسك طبعا، نوردنا كلها. تسلم لي يا فندم. شكرا ليك يا فندم. شكرا. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه مهرجان ابدا بنفسك، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بسياده اللواء احمد ونيس رئيس معهد المخابرات الحربيه الاسبق. اهلا وسهلا بيك يا فندم، ومنور الدنيا ومنور الاجواء. اهلا بحضرتك. انا سعيد ان فعلا اعمل معاك لقاء بصراحه. الله يخليك. وانا سعيد طبعا ان اكون متواجد ويحصل مصادفه ان انا اقابل سعادتك شرف لينا يا فندم في الحلقه والتسجيل بتاع سيادتك. واحب اقول ان كلمني سياده اللواء بقى النهارده عن المهرجان والتنظيم وايه اللي لفت انتباهك. اول حاجه موضوع ابدا بنفسك اسم قوي، لفت انتباهك الاسم. اسم طبعا جامد، لان المفروض كل واحد يبدا بنفسه وما تحججش بمبررات. هفضل محلك سر، واذا فضلت محلك سر مش هتقدم. انما لما ابدا واحاول مره واثنين وثلاثه ولا تيأس من الفشل، ولكن تصل في النهايه الى النجاح. وده الحقيقه اللي انا لمسته من بعض الحاضرين الموجودين، بطولات وناس معاقين ذوي الهمم، ناس بدأوا بنفسهم واعتمدوش على الآخرين، وصلوا وحققوا هدفهم فعلا، حققوا الأهداف بتاعتهم، وعشان كده يستحقوا التقدير اللي هتقدموه له النهارده المؤسسة الجميلة اللي عاملة هذا اللقاء. ألف مبروك على تكريم سيادتك اليوم، طبعا ده شرف عظيم. الله يخليك الله يخليك، الحمد لله. الحاجة الثانية ان الالتزامات الحقيقة والانضباط جوه المجتمع المصري محتاجين نركز عليه شويه. فعلا فعلا يا فندم. ما فيش حاجه اسمها معلش، ما فيش حاجه اسمها المره الجايه. الظروف الطارئه اللي الواحد دايما بيبقى حاططها في اعتباره، لازم اعمل لها بلان بي، الخطه الثانيه، البديل ايه. طب لو ما فيش وحصل لا قدر الله شيء، ما يبقى ده خارج الاراده. الحفاظ على النجاح قصدك صعب جدا. الوصول الى القمه سهل، ولكن الحفاظ عليه صعب جدا جدا. وده مثل يعني الحقيقه لازم الناس كلها برضه تحافظ على نفسها. وابدا بنفسك مشروع جميل، ابدا بنفسك. احنا بدانا بنفسينا ان شاء الله. طبعا شبابنا عظيم جدا وله القدره ان شاء الله انه يحقق انجازاته واهدافه. الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي وطبعا بعض القيادات اللي تحت منه طبعا السياسيه. فان شاء الله باذن الله يعني نثق تماما في شبابنا وفتاتنا باذن الله الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. كلمه اخيره بقى قبل ما نختم لقاءنا طبعا رئيس المهرجان الاستاذ كريم المصري، والمستشاره الاعلاميه داليا عادل، والمنسق العام الاستاذ صالح عبد القادر، تحب تقول لهم ايه؟ ادعو لهم بالتوفيق دايما، ويشجعوا مثل هذه البراعم، ومجهود مشكور يشكروا عليه فعلا فعلا يعني، وربنا معاهم ان شاء الله. شكرا لك يا فندم، والى اللقاء بلقاء اخر ان شاء الله مع بعض في المره القادمه ان شاء الله. شكرا يا فندم. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه المؤتمر ابدا بنفسك، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بضيفه صحفيه زميله واعلاميه كمان، استاذه ايمان، والاستاذ طبعا علي بنزيمه غني عن التعريف، الصحفي الجميل. اهلا وسهلا بيك يا استاذه ايمان، ومنوره الاجواء ومنوره الدنيا كلها. اهلا بحضرتك. احكي لنا النهارده عن الفعاليه الجديده وايه لفت انتباهك، خصوصا النهارده مكرمه من ضمن افضل الشخصيات، والف الف مبروك والف الف مبروك يا استاذ علي على التكريم العظيم ده. الله يبارك فيك يا احكي لنا بقى، نبدا بالاستاذه ايمان الاول، تحكي لنا النهارده. اعلى فريق تنظيم ما هي من فريق العمل طبعا، هي فريق العمل على فكره، هي من ضمن فريق العمل التنظيم، واقامه دورها على اكمل وجه، وهي تحكي لنا بقى ان شاء الله. استاذه ايمان ابداي الاول. احنا معانا فريق تنظيم عالي وكويس، والحفله كويسه، والمؤتمر فيه ناس كويسه ومشهوره وناس كتير محترمه فيه، يعني حاجه عاليه المره دي. حضور الساده القيادات العظمى النهارده يمكن شرفنا كتير، بعض من الفنانين والفنانات صح؟ ومن القيادات فعلا. طيب اخر اعمالك البرامج ايه والنظام ايه؟ عملت برنامج رعب وبرنامج كوميدي اسمه هلوسه.
استاذ علي حضرتك تعالى رايح فين؟ مش هسيبك. ده احكي لنا النهارده عن التنظيم بقى الحفل واللي لفت انتباه. هو اللي لفت انتباه في التنظيم كله الاعلام الجميل الاستاذ ياسر ابو شقره. تسلم. الاخ اللي يعني بنفرح لما بنلاقيه في اي ايفنت. تسلم يا استاذ علي. والنهارده احنا اللي بنحييك فعلا من هذا الايفنت المهرجان، بنحييك فعلا على التنظيم الجميل، وانت شرف في اي مكان بتروحه فعلا بتثبت وجودك وكل الناس بتحبك. اخواتنا برضو وبنقدر الناس كلها. الاستاذ كريم بقى المصري، والاستاذ كريم المصري اخ فاضل، ونشكر الساده اللواءات اللي نوروا الايفنت وفريق التنظيم طبعا والصحفيه الجميله الاستاذ صالح عبد القادر المنسق العام والمستشاره الاعلاميه داليا عادل والاستاذه داليا عادل والاستاذ عاطف عباس. بنقول لهم يعني اليوم جميل بيكم وبجميع الفنانين الموجودين والساده اللواءات وجميع الشخصيات الموجوده، والحفل زي الفل ولسه برضك متواصلين في الحفل. شكرا ليك يا استاذ علي وشكرا ليك يا استاذ ايمان. شكرا لحضرتك. ان شاء الله نلتقي في لقاء اخر مع بعض ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل مهرجان ابدا بنفسك، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بشركه AZL فور ايفنت. اهلا وسهلا بكم منورين النهارده. احكوا لنا بقى النهارده على نبدا بمين؟ نبدا بحضرتك الاول، عرفينا بحضرتك. أنا إنجي علاء، المتحدث الرسمي باسم شركة AZL فور ايفنت. عرفنا بنفسك. زياد محمد المدير التنفيذي لشركة AZL. عرفينا بنفسك. شروري فاعل كوميونيكيشن مانجر في AZL فور ايفنتس. أنا فريدة النجار، بي ار مانجر في الشركة. ماشي. نبدا بالاستاذه. كلمينا النهارده عن ازاي التنظيم، طبعا من ضمن انتوا اساس الشركه وفريق العمل. كلمينا عن التنظيم وكلمنا عن الحفل واللي لفت انتباهك. الحفل طبعا احنا بقالنا فتره مع استاذ كريم المصري. في الاول عايزه اشكره طبعا على تواجدنا هنا. تنظيم الايفنت طبعا احنا بننظم الايفنت من A to Z. من الالف للياء يعني. بالظبط من الالف للياء. بس عشان الكاميرا مش بس تعالى جنبنا هنا. بصراحة اليوم كويس جدا، والتنظيم تقريبا يعني هناخد فيدباك بقى من حضرتك برضه يعني. طبعا. كلمة حضرتك. طبعا يعني احنا حابين نشكر الاستاذ كريم على دعوته الكريمه لينا في هذا الحفل. طبعا كانت فرصه لينا ان احنا نظهر وسط ناس كتير ما كناش معروفين في الاول. الحمد لله ظهرنا النهارده. اول شغل ليكم مع الاستاذ كريم مصري؟ ده بصراحه اول شغل لنا كشركه AZL. مرتاحين طبعا معاه؟ اكيد طبعا، الاستاذ كريم من الشخصيات المحترمه جدا يعني. كلمه طبعا. شوفي يعني عرفينا عملتوا ايه النهارده بالنسبه للمهرجان. اوكي. احنا كنا موجودين هنا طبعا قبل ما الناس تيجي، موجودين بفتره كافيه قبل ما المهرجان يبدا يعتبر ب3 ساعات. وكان اصلا متواصل. دي كانت البدايه. كنا بنشوف، احنا اصلا كنا جينا هنا مره علشان نشوف القاعه ونشوف احنا هننظم ازاي ونوزع الفريق بتاعنا. صح. بعدين جينا هنا تاني النهارده بنعمل تشيك على ان كل حاجه مظبوطه وفي مكانها. طبعا كل الشكر الاعلامي الكبير استاذ كريم المصري. يعني الصراحه هو ميرسي قوي على الفرصه ان هو يكون معانا او يديها لنا علشان نكون احد المنظمين للمهرجان الكبير ومهم زي ده. وحضرتك؟ طبعا احنا حابين نشكر الاعلامي كريم المصري انه ادانا الفرصه دي. احنا كشركه بدانا ان احنا نشتغل على المهرجان من فتره. قدرنا ان احنا نجمع اكبر داتا علشان نقدر ان احنا نعمل شغلنا بطريقه بروفيشنال اكتر. زي ما انا قلت او زي ما زمايلي قالوا برضو ان احنا يعني شركه تنظيم ليها خبره كبيره جدا في المجال. وطبعا بنشكر تاني الاعلامي كريم المصري انه ادانا الفرصه. شكرا لكم، وان شاء الله دايما متالقين ومن مهرجان لمهرجان، ودايما بالتوفيق لكم ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لحضرتك، شرفنا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل الايفنت. ابدا بنفسك، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالفنان الجميل عمرو اسامه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ عمرو، منور الدنيا ومنور الاجواء كلها. اهلا بيك طبعا، شرف ليا طبعا ان موجود معاك. انا بجد انا سعيد اعمل معاك لقاء النهارده. ده شرف ليا طبعا، وانا اللي سعيد والله. بالعكس الله يخليك. احكي لنا النهارده عن الاجواء وايه اللي لفت انتباهك النهارده، وخصوصا النهارده من ضمن افضل 100 شخصيه حضرتك تتكرم، والف مبروك اولا على التكريم. ده شرف ليا طبعا، والله يبارك فيك. طبعا هو يعني كالاجواء جميله طبعا، كالاجواء فنيه او الناس اللي موجوده ان هي تتكرم في مختلف المجالات. صح. في كل المجالات طبعا اللي موجوده، فطبعا دي حاجه كويسه. ده طبعا اول حاجه، هو يعني مبروك ليهم جميعا لنجاح الايفنت، وان شاء الله طبعا الدوره اللي جايه تبقى اكبر واكبر، ومبروك لكل الناس اللي طبعا اللي فازت النهارده يعني. تحب تقول ايه لرئيس المهرجان الاستاذ كريم المصري، وطبعا المستشاره الاعلاميه الجميله داليا عادل، والاستاذ صالح عبد القادر المنسق العام، تحب تقول لهم ايه؟ طبعا انا بشكر طبعا الصحفيه الجميله طبعا داليا عادل على دعوتها طبعا ليا الايفنت. هي اللي لبت الدعوه دي طبعا. وطبعا الاستاذ كريم ان شاء الله انا اتمنى له من الدوره اللي جايه تبقى حاجه كبيره. تمام. وتبقى في مكان اكبر يستوعب عدد من الاشخاص اكتر واكتر. تمام. عشان يبقى ليها طبعا صدد للناس كلها تسمع في طموحك اللي جاي ان شاء الله ايه؟
لا انا ليا طموحات كتير انا عارف في المجال العلمي كذا حتة، الفني كل حاجه. لا ان شاء الله انا بحضر اصلا للدوره الخامسه المهرجان بتاعي، مهرجان لايف جولز الدولي. ما شاء الله، الف مبروك. هتاخدنا معاك ولا لا؟ لا شرف لينا طبعا، تنوروا طبعا اكيد. ولدعم ابطالنا ذو الهمم هيبقى في حاجه مختلفه وحاجه مفاجاه للناس كلها ان شاء الله. حاسس هتعمل بوم، حاجه جميله جدا طبعا كالعاده يعني. ان شاء الله انت بس بتبقى متواجد في اي حته تلاقي الناس كلها حباك. بشكرك جدا يا استاذ عمرو، الفنان الجميل، واتمنى لك المزيد من النجاح والتالق والتميز. لقاء اخر مع بعض ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. ان شاء الله. شكرا. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من فعاليه مهرجان ابدأ بنفسك، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالفنانه والاعلاميه هند العبد. اهلا وسهلا بك يا فنانه. اهلا بيك يا اعلامي جميل ياسر ابو شعره. طبعا اهلا بيك الاعلاميه الجميله. اهلا بيك يا فندم شيرين بدوي. شيرين بدوي الاعلاميه الجميله. اهلا وسهلا. كلمونا بقى النهارده عن الفعاليات النهارده والتنظيم وايه اللي لفت انتباهكم. بما اني انا كنت مقدمه للتكريمات وكده، تعبت بصراحه، ما اكذبش عليك. تعبت طبعا، انت تعبتي فعلا. تعبت وانا بنده على الاسماء وكده، الناس القيمه والاعلاميين والفنانين. المهرجان حلو، هو ابدأ بنفسك. يعني اي حاجه لازم عشان توصل للحلم اللي انت عايزه لازم تبدا بنفسك الاول، مالكش دعوه بغيرك. جميله لكل شاب وفتاه ان هو يحقق حلمه لازم يبدا بنفسه باذن الله. تمام. وطبعا انت منور الدنيا. الله يخليك ونورك يا حبيبتي، ربنا انا شرف لينا نعمل لقاء. على راسي استاذه شيرين، طبعا كلمه كده للشباب ويمكن نقطه بصول النهارده وبدايه زي ما بنقول بدايه كل حلم لكل شاب وفتاه، تحب توجه رساله تقول للشباب وفتاه؟ اولا انا مبسوطه جدا طبعا بحضور المهرجان، مهرجان جميل جدا والتنظيم فوق من رائع يعني، ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. لفت انتباهك تاني؟ لا ما شاء الله. طبعا لا ما شاء الله، حضور الفنانين وطبعا حبيبه قلبي حبيبتي وصاحبتي طبعا الفنانه الاعلاميه اللي كانت بتقدم الناس والتكريمات، ما شاء الله. انا مبسوطه جدا طبعا ان انا شفتها النهارده، طبعا ده اول حاجه طبعا. وطبعا انا مبسوطه جدا ان انا النهارده قابلت الاستاذ صالح عبد القادر طبعا منسق العام للمهرجان. طبعا كلمه بقى، كلمه رساله استاذ طبعا كريم المصري رئيس المهرجان والمستشاره الاعلاميه داليا عايد، تحب تقول لهم ايه؟ طبعا كلهم ما شاء الله عليكم، دايما موفقين دايما يا رب، وفي تقدم دايما، وما شاء الله التنظيم المهرجان حلو جدا جدا جدا، وكل حاجه بصراحه رائعه. شكرا لك. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه المهرجان ابدا بنفسك، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالاستاذه ساميه عجباني امينه حمايه المواطنه. اهلا وسهلا بيك يا فندم، منوره الدنيا منور الاجواء. الله يخليك. حضرتك عرفي الساده المشاهدين بنفسك اكتر. معكم ساميه عجباني بخيت، امينه المواطنه بحزب حماة الوطن على مستوى محافظه الجيزه، واعلاميه بجريده الاخبار نيوز، نائب رئيس مجلس الاداره، وبعمل في العمل الخدمي يعني. كلمينا النهارده عن المهرجان والتنظيم وايه اللي لفت انتباهك. هو شعار المهرجان طبعا ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك بيجذب طبعا الشباب والفتيات طبعا الحضور طبعا. طبعا اللي هيعمل تحت الشعار دوت ده حاجة طبعا عظيمة جدا. ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسي الصبح وانا رايح شغلي، ابدأ بنفسي، ابدأ ان انا اتعامل مع الناس بمحبة، اتعامل مع الناس بصراحة ووضوح، الابتسامة الصبح تبقى بداية اليوم كل مواطن. ابتسامة. لكن بالمشاريع بقى الشباب والكلام ده بنقول ايه؟ بنقول للشباب بتاعنا احنا لازم تشتغلوا ولازم تبقوا ورا القيادة السياسية بالزبط. لان طبعا القيادة السياسية يهمها ان هي اللي بتدعم الشباب بتعمل وتدعم الشباب، باعتبار ان الشباب ده العمود، بنقول عليه العمود الفقري للبلد. صح. دي العمود اللي بيستند عليه النهضة. احنا بننهض بشبابنا وبنعمل برامج توعية وتثقيفية. ده بالنسبة للحزب عندكم يعني؟ احنا بنعمل ندوات توعية للشباب وبنعمل تدريبات وأنشطة علشان الشباب يبدأ ان هو يبقى منتج. ما الشباب بتاعنا لازم يبقى منتج، ما يبقاش ان هو مستهلك بس، لا لازم يبقى منتج
والمشاريع اي مشروع اي شاب بيشتغل فيه اكيد 100% هيوصل بيه في النهايه. احنا كلمه بقى لرئيس المهرجان استاذ كريم المصري والمنسق العام استاذ صالح عبد القادر وطبعا المستشاره الاعلاميه الجميله الصحفيه داليا، تحب تقول لهم ايه؟ والله ربنا يوفقهم جميعا، وهو مهرجان محترم ومهرجان ضم شخصيات محترمه، فانا بقول لهم بالتوفيق ودايما الى الامام، وبالمهرجانات وبالاحتفالات والمبادرات اللي هي خاصه تبقى مدعمه لشبابنا. اسعدنا لقائك يا فندم النهارده، وكان لنا الشرف نعمل معاكي، وان شاء الله نلتقي في لقاء اخر ان شاء الله. نشكرك يا فندم. اشكرك. شكرا. لسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل مهرجان ابدا بنفسك، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بالفنان الجميل احمد الاسمر. اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد، ومنور الدنيا يا فنان كله. يا رب يخليك يا استاذ ياسر، يا رب وربنا يوفقنا جميعا ويوفقك. الف مبروك على التكريم الاول. يا رب يخليك يا استاذ ياسر حبيبي ليك طبعا. تسلم. انت حد محترم واعلامي جميل جدا حبيبي يا فنان. اللي لفت انتباهك النهارده وانت خصوصا النهارده تكرم من ضمن افضل 100 شخصيه. انا بقول الف شكر لرئيس استاذ كريم المصري طبعا واستاذ كريم وكل القائمين على البرنامج اللي هم افتكروني. والسيره الاعلاميه داليا عادل والاستاذ طبعا صالح عبد القادر المنسق العام. بصراحه ناس جميله وناس محترمه. تمام. وبقول لهم متشكرين جدا على التكريم الجميل. سمعنا كده حاجه بسيطه قبل ما حاضر. تحيه كبيره طبعا كل اخواتي وحبايبي طبعا. مالي القمر ماله ما جيناش على باله، مالي القمر ماله الله عليك هو اللي متربي على عز يا ربي يعمل كده فيا، اشوفه اندهله واسوق على اهله بالالف والمية، لا تنقول آهي الله عليك يا فندم. ولا هم ولا هم. الله عليك. كل سنة وانتم طيبين. شكرا ليك، ونتقابل ان شاء الله في لقاء اخر ان شاء الله باذن الله. سعادتك يا رب.